السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا، طمنوني عنكم، اتمنى تكونوا بخير. انا هنا كنت دخلت المطبخ بعد 3 ايام من التعب، كنتش بقوم من على السرير عشان كنت تعبانة شوية. لقيته بالمنظر ده، الدنيا حرفيا كانت مقلوبة رأسا على عقب. فقررت ان انا اقوم كده وامسك نفسي واخش على المطبخ المه، لان لو كان قعد اكتر من كده كانت الدنيا هتبقى حالتها اسوأ طبعا بكتير. بمجرد ما بتتعبي، لو كنتي ام بقى وست بيت وفاتحه بيت، بمجرد ما بتتعبي وتعوزي البيت يا جماعه بيتدمر. سبحان الله بجد، الام من غير ما بتكون موجوده او لما بتتعب او ما تبقاش موجوده الدنيا بتتقلب. فربنا يخلي لنا امهاتنا كلها يا رب. هنا كنت جبت بقى شنطه صغننه كده وبدات ان انا الم بقى كل الزباله اللي كانت موجوده، بقايا اكل راميينه، وحتى الاكل اللي كانوا كلوه سايبينه على الصينيه، واللي قطع كانتالوب ورماهولي، واللي عمل بيض وساب لي القشره شيله. فقمت جايبه شنطه زباله كده واستعنت بالله وبدات ان انا الم الزباله الاول، وبعد كده دخلت على الحوض. انا في حاجه حلوه قوي بعملها لما بيبقى عندي كميه مواعين كبيره، ببتدي ان انا اطلعها كلها من الحوض واقسمها، الاطباق لوحدها، البلاستيك لوحده، الكوبايات لوحدها، وهكذا. بعد كده بجيب الطبق ده وبحط الصابون بتاعي وشويه خل عليه، وابتدي بقى ان انا اصب. طريقه ان انت تصنفي كده المواعين كل حاجه لوحدها بتخلي عقلك ياخد الدنيا ببساطه، بدل ما بتلاقي كل حاجه فوق بعضها في الحوض. فانت مخك تلقائيا بيبتدي يدي اشارات خوف، او يدي اشارات ان انت هتقعدي وقت كتير وهتزهقي وهتملي من الوقفه، فممكن تسوفي او تاجلي. جربي ان لما يكون عندك كميه بالشكل ده كده ان انت تقسميها، الدنيا معاكي هتبقى بسيطه جدا ومش تاخد منك اي وقت. وطبعا في الوقت اللي زي ده لازم لما تيجي تستخدمي الميه السخنه او الميه الدافيه. ليه؟ لان طبعا بيكون مر وقت على مثلا الاكل اللي موجود في الاطباق او الاكل اللي اكلناه، فبيبقى غسله او تنظيفه من الاطباق بيبقى اصعب. فالميه السخنه اولا بتنظف، ثانيا بتعقم، وبتخلي الطبق او الكوبايه اللي معاكي بتلمع. هنا الموضوع ما خدش مني وقت، وبدات ان انا اخلص حاجه حاجه كده في السريع. يعني خلصت اول حاجه الكوبايات، طبعا الكوبايات دي بتستخدمي سلكه لوحدها وبترميها. بعد كده بتبتدي بقى ان انت تقطعي، لو انت بتستخدمي السلك تبتدي تقطعي كذا واحده، يعني كذا حته، مش سلكه واحده نعمل بيها المواعين كله، لا ده اكبر غلط. السلكه اللي بنستخدمها في الكوبايات بنرميها، ونبتدي بقى نستخدم سلكه لكل حاجه. بتقطعي حتت صغننه كده، او ممكن لما تجيبي السلك مثلا، سواء بقى بتجيبي كميه او حبه حتى صغيرين بالاسبوع زي ما انا ما بعمل، بتقطعي السلك ده بالمقص كده حتت حتت، حلقات، دواير كده، وتبتدي تاخدي من الكيس كده لما تيجي تستخدمي. ده احسن واسهل. وكمان انا يعني بفضل السلك في غسيل المواعين، لانه اول حاجه بينضفها، تاني حاجه بحس ان الاسبونشه او السفنجه دي مع تكرار الاستخدام بتلم ميكروبات. كذلك السلكه اللي ستانلس دي انا ممكن اجيبها استخدمها للحوض، استخدمها للبوتاجاز، وهكذا. لكن ان انا استخدمها اكتر من مره في غسيل المواعين لا، ده طبعا غلط. فاهم حاجه ان انت تبقي عارفه الطريقه الكويسه او الطريقه الصحيه لحد ما اللي تقدري تغسلي بيها الصحون او المواعين زي ما بتسموها بقى. ان انت تجيبي سلك المواعين ده، السلك المخصص للمواعين، السلك الناعم، وتقطعيه مكعبات كبيره او دوائر كبيره بالمقص، وتبتدي تطلعي حته في حته. يعني مش بس بنستخدم حته واحده في كل ده، لا ده انتوا بصوا لو شفتوا انا غسلت اطباق وكوبايات وبلاستيك، ولسه في حلل ومعالق، لكل حاجه كنت بطلع حته سلك. تمام كده. بصوا هنا انا بجد حرفيا في، يعني برغم ان انا مسرعه لكم الفيديو علشان وقت الفيديو كده، انا ما كنتش خدت وقت خالص. ده انا كمان يعني قمت كده برغم ان انا كنت لسه تعبانه، بس قمت كده واستعنت بالله وقلت لا، شجعت نفسي لازم ادخل اخلص. لو ما خلصتش النهارده الدنيا هتبقى دمار. بصوا انا هنا بقول لكم كل شويه بغير حته، لو ما كنتش خلصت المطبخ كانت الدنيا هتبقى دمار. مش مشكله اي حاجه، يعني مش مشكله ان انا تنضفي وانت تعبانه البيت، او ممكن تجيبي اكل جاهز من بره، بس المواعين دي بصراحه خصوصا في فصل الصيف انا بعملها يوميا. لكن ما منعنيش عنها غير ان انا فعلا كنت تعبانه جدا، والحمد لله بقيت احسن يعني شوية عن الاول. فقلت لا، لازم اقوم اشوف اللي ورايا، لان لو قعدوا بقى مش 3 ايام 3 سنين محدش هيعملهم برضو غيري انا. هنا بقى كنت خلصت يا ولاد، خلصت كده كله.
في السريع كده كنت مشغلة جنبي الراديو على إذاعة القرآن الكريم، ما بقفلهاش بصراحة، بتخلي نفسيتي حلوة وبتخليني أهدى. انتي بقى برضو شغلي إذاعة القرآن الكريم، شغلي مثلا بودكاست عن حاجة بتحبي تسمعيها، شغلي أغنية whatever بقى، تشغلي ايه، أي حاجة تشغليها جنبك تسليكي كده وتجري معاكي الوقت. أنا خلاص كنت دخلت على الحلل برضو، في السريع قسمتهم، وبقيت اخد واحدة واحدة كده ايه في الحوض. بصوا خلاص كان الحوض فضي، فاضل بس الحلل والمعالق طبعا بنعملها اخر حاجة في السريع كده. والميه السخنه ما خليتش بقى اي صلصه لازقه، اي حاجه مش عايزه تطلع، بالميه السخنه في دقايق، في ثواني مش في دقايق كمان كانت طلعت. موضوع بسيط وسهل وما خدش اي حاجه. ممكن يكون الفيديو بالنسبه لك يعني ايه، يعني لا هو فيديو فعلا تشجيعي، لان في ناس كتير لما مثلا بتكون تعبانه بتجاهد نفسها وتضغط على نفسها عشان تخلص حاجه معينه في البيت. لا يا جماعه، ده اكبر غلط. لما تتعبي خدي بريك، المواعين مش هتطلع تجري بره الحوض، هتفضل مستنياكي. فلما نبقى تعبانين كده لازم ناخد وقتنا في العلاج، وناخد وقتنا في الراحه لحد ما ربنا يشفينا ونبدا نقوم بقى نشوف اللي ورانا. هنا خلاص كنت خلصت، وفي نفس الوقت الصابون بتاعي السائل كان خلص، بس قلت هدعك الحوض بايه، كان عندي شويه اوكسي باودر كده، جبتهم حطيتهم في الحوض، وبدات ان انا ادعك بقى بالسلكه اللي استلس الخشنه دي، انا معاملاها للحوض، وممكن اعمل بيها برضو البوتاجاز. في دقايق كده مفيش حاجه توقفك، طالما الصابون خلص الاريال شغال. هنا بقى خلاص كنت لمعته زي ما انتم شايفين بيلمع. هنا بدات بقى اجيب ازاز المايه اللي كانت فاضيه دي كلها برضو مليتها، كانت الازاز كلها فاضيه، يعني كانت المايه قطعت كنا اتسوحنا. الحمد لله خلصت. هنا كده بدات بقى اجيب حته الفوطه ناشفه والمع بقى كل المايه اللي موجوده على الرخام، لان المايه اللي بتبقى بايته على الرخام دي بتبوظه، اكتر حاجه بتبوظ الرخام يا جماعه المايه. ورحت على الرخامه التانية دي برضو اديتها تلميعه كده بالفوطه في السريع، كله ما خدش مني وقت خالص. كان في كمان كيس كده فيه بيض، معرفش مين اللي جابه او مين اللي طلعه، بدأت برضو ان انا افضيه في العلبة دي علشان ادخله التلاجة. ودي كان اخر حاجة. البوتاجاز عندي كان نضيف، ما كانش الحمد لله محتاج اي حاجة. رحت جريت جبت المكنسة وقلت ايه اكنس كمان واشفط التراب اللي في الارض، علشان يبقى انا كده عملت اللي عليا، حتى لو هقعد بقيت اليوم مرتاح تبقى الدنيا هادية ورايقة، وما ادخلش بقى المطبخ تاني الا لو هعمل اكل او اجيب اكل من بره. هنا بصوا يا جماعه الحمد لله كنت خلصت، وادي الراديو بتاعي حبيبي اهو، بوتاجاز كان نضيف خالص. هنا كنت سايبه المواعين على الفوطه دي بتتصفى، والرخامه بقت زي الفل. قلت بقى خلاص بعد ما خلصت الحمد لله اروح اخد المضاد حيوي بتاعي، ما كنتش عايزه اخده قبل العركه بتاعه المواعين دي عشان ما يهمدنيش. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تشتركي في القناه ودوسي لايك وتدعيلي بالشفاء. اشوفكم على خير، مع السلامه.